بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة هذا نسكت هي جواب تيدو تخصيص الخاص بعد العام قاعدة سي كورن حال كده. قاعدة سي waxay ka soo baxaysaa marka hore khilaafka culimada ka dhex taagan ذكر أفراد العام هل يفيد تخصيص أو لا. ذكر أفراد العام عامكي لا شيغو كدنا لا شيغو عامكي قار كميدا وافراديسيا كبعدنا لا شيغو كاس خاص ما فايدينيسا مس خاص ما فايدينيسو مسألة halkaas ka soo baxaysaa qaacidadu علماء قار بالي ذكر أفراد العام وفايدين يا خاص ولهذا بقاعدة تخصيص الخاص بعد العام مقاتل علماء قارنا وحليهم ما فايدين لكن جانب كما فايدين يؤبدين علماء الأصولين وكذلك علماء التحقيق من أهل الأصول ساسي يؤبدين يرقوا أصولك وحقيقة أن جمهور أهل الأصول وحليها مركز مسألة داسي هل كاسي كسو بحث ولهذا ابن عثيمين مفيرس عليه رحمة الله في قواعده قواعد لابن عثيمين آخر كوحورانيا وخصص العام بخاص ورد كقيد مطلق بما قد قيد ما لم يكن التخصيص بذكر البعض من العموم فالعموم امضي بؤرها والعموم امضي وتأصل وحا عامكم إنه عامكي ساس نس كستود أركتو نصوص الشرعة كمية عام بوصل لكن عامك وحا لا خصيصي كراؤون إنه خاص خصيصة يا إمادو الشرعة كمية ولهذا محل لي هي وخصص العام بخاص ورد لكن هذيك من العموم فالعموم امضي ويو عام كيسا باقي كو أهانية لكن سيدا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله ما فائدين يذكر أفراد العام قاعدة لقى قاعدا ما يسلئه التحقيق مريان وسير رجحينه مثال بوك هنا وحيره لا أكرم الطلبة وكلا أي اللي أرقيد الشرف وماموس بعدين بوحو كيري أكرم زيدا وزيد منهم أي طلبة طلبته هروسو الشيخ زيد كانوا قوني ومقعابنا كمدها هذا لا يعتبر تخصيصا لأنه ذكر أفراد العام وذكر أفراد العام لا يفيد اختصاصا بالغا وما قرأت مركا مسألته سيد محمد الأمين الشنقيط عليه رحمة الله في كتابه أضواء البيان كوكو شيغيو سيد أهل التحقيق مرين بمريا إنه نسيا علماء السمرين إن شاء الله تعالى رجحنا لكن إلهي بالصواب كوك تبارك وتعالى لبض الطرف والقجرة لكن طرف كالتحقيق مرين أي الراجح أو علماء أهل السنة أنا أي علماء الجمهور كان يراه أهل السنة أي مريان سلاس أيانا وعن تخصيص الخاص بعد العامنا ذكر أفراد العام بكائمات مركو هوري أصل كاسو كسو كعيا قاعدون مركو هوري هل كاسو كسو كعيا ولو النص هي نصوص هوتان كذلك سورة البقرة مثال سورة عمران أدلة كينان لكن ذكر أفراد العام على الراجح على التحقيق لا يفيد تخصيصا أو لا يعتبر تخصيصا ساسا نوركرا انتاسا كبحيا والله أعلم وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.